تعالوا نرد على السؤال ده، مستر محمد عبد المعبود ولا دكتور كرولوس؟ مش عارفه انا نطقت اسمه صح ولا لا. عن تجربتي انا سمعت الاثنين. بالي مستر محمد عبد المعبود بيهتم بجانب الفهم اكتر من الحفظ، يعني مش بيدينا طريقه معينه مثلا نحل بيها، او ان المساله الفلانيه بتتحل بالخطوات دي وخلاص على كده وحفظنا. مهم ان هو يشرح لنا اساسا المساله جه منين، او اساس القانون جه منين، وده مهم جدا ان انت توصل لدرجات عميقه من الفهم فتعرف تتعامل مع جميع انواع الاسئله. كنت بعتمد على الفهم وحل اسئله كتير. عشان ابقى صريحه، الفيديوهات اللي سمعتها للدكتور كرولوس ما كانتش كتيره، شفت هما فيديوهين بس. فيديو بتاع كيرشوف لان كان عندي مشكله في كيرشوف، واول مره سمعته خالص ما حسيتش ان انا فاهماه. طريقه الشرح وكده لاحظت ان هو بيحفظنا طريقه نحل بيها. مش عارفه بصراحه الباقي السيستم ماشي كده ولا لا، بس انا ما شفتش ان دي طريقه كويسه. برضه لاحظت عنده في اخر السنه نقطه كويسه، في اسئله من اللي بيديها في المراجعه بتيجي في الامتحان. يكون عنده توقع حلو، او مثلا يعني نتيجه ان هو بيجمع من اسئله من امتحانات كتيره الله اعلم، ولكن في ناس قالت انه في امتحان يعني في اسئله بتتكرر في الامتحان من عند دكتور كرولوس، وحتى كان منزل يعني افكار مشابهه جدا للي هو شرحها جت في الامتحان، تقدروا تشوفوها على صفحته. نقطة كويسة، طبعا نقطة كويسة، ولكن هي مش نقطة تفوق. يعني انت ممكن تضمن درجات اوكي، ولكن لو اعتمدت عليها بس هي مش نقطة تفوق، لان انت ما تضمنش الاسئلة اللي اديها لك هي اللي تيجي. ده غير ان انت مش هتعرف تحفظ طريقة حل ال1000 سؤال مثلا. بالنسبة لي ان انت تاخد مع مدرس انت بتفهم منه وعارف ان انت تحل جميع انواع الاسئلة، لان هو ده الفيصل. فلو انت بتفهم من دكتور كرولوس وعارف ان انت تحل جميع انواع الاسئلة، يبقى هو ممتاز بالنسبة لك وما تغيروش. ممكن بعد كده في فترة المراجعة تبقى تبص على الاسئلة اللي هو بيديها، مش هتخسر حاجة. ان انا عشان فهمت مستر محمد عبد المعبود ان دكتور كرولوس وحش، ممكن يكون اساسا في الفيديوهات اللي انا ما شفتهاش بيشرح كويس طريقه الشرح من الاول للاخر، يعني كفهم مش حفظ. تمام.